السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعينا الكرام، فيديو جديد النهارده ومشكلة بتواجه ناس كتير قوي، وهي بيجي يقول لي انا بدي الامر للطبعة والطبعة مش بتطبع. يعني بدي الامر من على الكمبيوتر للطبعة والطبعة مش بتطبع. انا عايز اعرف المشكلة فين. علشان تعرف المشكلة فين ومهتم بالمشكلة تابعني بعد الفاصل. من جديد، اول حاجه ان انا علشان خاطر اعرف الطبعه بتاعتي مش راضيه تقبل الاوردر ليه، ان انا هخش من كنترول بانل وهختار ديفايس اند برينتر، وبعد كده هختار الطبعات اللي موجوده عندي واشوف ان الطبعه اللي انا شغال عليها هي الطبعه الديفولت. يعني ايه الطبعه الديفولت؟ يعني الطبعه اللي معموله ان هي الطبعه الرئيسيه على الجهاز عندي. طيب ازاي ان انا هعرف ان الطبعه ديت او ان انا اختار الطبعه بتاعتي ان هي تكون الطبعه الرئيسيه على الجهاز؟ هبدا ان انا اقف على الطبعه بتاعتي واختار كليك يمين، وبعد كده هتظهر لي القايمه. هبدا ان انا اختار set as default او set printer as default. كده يبقى انا اخترتها الطبعه الرئيسيه عندي. طيب هبدا ان انا اجرب طباعه مره تانية. الطبعه استقبلت الاوردر يبقى كده تمام. طب ما استقبلتش الاوردر، هبدا ان انا اغير كابل البرينتر. كابل البرينتر هو كابل الداتا اللي واصل ما بين الكمبيوتر وما بين الطبعه بتاعه حضرتك. هبدا ان انا اغير الكابل وهبدا ان انا اجرب مره تانية. استقبلت الاوردر يبقى كده تمام، وكانت المشكله في الكابل. الخطوه التانية او المشكله التانية كانت فين؟ في الكابل. طب ما استقبلتش الاوردر وانا مظبط كل خطواتي صح. يعني اول حاجه عملت الطبعه سيت از ديفولت، وبقيت بطبع من اي مكان ان هي الطبعه اللي انا هطبع عليها هي الطبعه الرئيسيه. اختار طبعتي يا جماعه اللي انا هطبع عليها وقتي ان هي تكون الطبعه الرئيسيه. الخطوه بتاعت سيت از ديفولت ديت لازم تكون الطبعه اللي انت هتطبع عليها. ما ينفعش تختار اي طبعه تانية وفي الاخر ترجع تطبع على طبعه تانية. يعني مثلا عندي طبعه 1005 وطبعه 1102، عملت ال 1102 سيت از ديفولت او الطبعه الرئيسيه عندي ورحت طبعت على طبعه 1005. ما ينفعش، لازم تكون الطبعه اللي موجوده او اللي انت عايز تطبع عليها هي الطبعه الرئيسيه. طيب نرجع تاني ونقول ان انا عملتها سيت از ديفولت وغيرت الكابل وبرضه نفس المشكله. طيب المشكله دي بتكون كارت الفورماتر، ان الكمبيوتر مش قاري كارت الفورماتر، وده بيكون بسبب ان المعالج اللي موجود على كارت الفورماتر بيكون تلف. طيب في الحاله ديت هعمل ايه؟ حضرتك هتتفضل تغير كارت الفورماتر. هتروح لاي حد بتاع صيانه وتقول للطبعه فيها 1 2 3 ان هي ما بتطبعش الورق وبديها الاوردر بتتاخر في الاوردر او بتغيب قبل ما بتاخد الاوردر او اي مشاكل من مشاكل كارت الفورماتر. اي مشكله من مشاكل كارت الفورماتر اللي انا اتكلمت عليها في فيديو قبل كده، ممكن تكون السبب كارت الفورماتر. هتغير كارت الفورماتر والطبعه ترجع تشتغل معاك وتبقى زي الفل. ده كان الفيديو او ملخص للمشكله بتاعه ان الطبعه مش راضيه تطبع مع ان بديها امر الطباعه. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وحل مشاكل ناس كتيره. لو الفيديو عجبكم ما تنساش تدعم القناه باللايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.